جسدت قصة نجاح لبنانية حقيقية صمدت بوجه كل الظروف، وبقيت سند حقيقي لكل عائلة خرج منها مهندس. بوقت كتير سهل الحكي عن التغيير بس تنفيذه صعب، في شخص عن جد غير. نقيب اختار يكون صوت حقيقي للمهندس ومش واجهة مؤقتة. اعتبر نقابة المهندسين قضية وطنية، واعتبر الوطن هو قضية كل مهندس. استلم النقابة هو ومجلس النقابة بأصعب ظروف مرق فيها البلد، وبفترة شهد فيها لبنان حرب من الأقصى. نقيب قدر ياخد قرار صعب ينفذه ويواجه تبعاته. وبهالظروف النقيب ومجلس النقابة إيد بإيد كانوا قد التحدي وقد المسؤولية الكبيرة. هو أصغر نقيب بتاريخ النقابة الحديث، عنده قدرة يجمع أضداد بعمرها ما بتنجمع، وقوته بيعترف فيها الخصم قبل الصديق. منرحب بفخر واحترام بالنقيب فادي حنا، المنبر إلك. مرحبا جميعا. بس هالمرة عن جد بدنا نسمع بس 10 دقايق. إذا بدنا نضلنا ما بنركز كلنا سوا على بعض، والهدف من هيدا العشاء نكون كلنا سوا مع بعض. فبتمنى من الجميع، بس من جميع الزملاء والزميلات، يعطونا 10 دقايق من وقتهم مزبوط لنسمع، لأنه هيدا شيء بخصهم إلهم. معالي الوزراء، سعادة النواب، سعادة النقباء، سعادة المديرين العامين، زملائي المهندسين والمهندسات والمعماريين، الحضور الكريم، قبل ما بلش كلمتي ما فينا ننسى انه في عنا 3000 مهندس سبقونا على الدنيا الآخرة. قبل ما نبلش هالكلمة سبقونا إن كان توفوا أو استشهدوا أو راحوا بحادث. كل مهندس راح بطريقته، بس هيدا المهندس ترك بصمته، واخرهم امبارح كان عنا شهيدين. فبتمنى من الجميع نوقف دقيقة صمت على أرواح كل المهندسين اللي سبقونا ليقدروا بحوالي 3000، ونرجع منكمل كلمة. شكراً. عادة حسب الترتيب الشكر بيجي بالآخر، بس أنا هالمرة حابب بلش الشكر بالأول. يوسف كان هون، كان عم يقرأ وحطيناه بظرف صعب إنه يقرأ مقررات بعشاء مثل هيدا. فأنا بس حبيت هيك أقول كلمتين. أول شي شكر للجنة العلمية فرداً فرداً، كل واحد منكم. شكر للدائرة العلمية كمان. شكر لكل واحد اشتغل بهالنقابة، وشكر انه فرجيته، هي اهم شيء، انه فرجيته انه عنا نخب بتضاهي كل العالم. فرجيته بهيدا المؤتمر انه المهندسين اللبنانيين هن إلهم الحق انه يحطوا المستقبل بلبنان، وانه عن جد وقت نطالب انه يكونوا استشارية بكل الوزارات بكل مرافق الدولة تستاهلوها واكثر، لانه انتم ما بدكم اياها لترف، انتم بدكم اياها لتوصلوا البلد للشفافيه وللحلم للبلد اللي انتم كلكم بتحلموا فيه. فشكرا لكم اول شيء. انا اليوم بصراحه صار لنا يومين ثلاثه عم نعمل خطابات، قلت ما بدي اعمل خطاب، قلت بدي اخبركم خبريتي اللي بصراحه بتنطبق كمان على زملائي أعضاء المجلس اللي هن ذاتهم ترشحوا بذات الفترة اللي أنا ترشحت فيها. يعني عم نحكي كلنا سوا عن سنة 2024، وكلنا منعرف سنة 2024 شو مرق بالبلد وشو مرق بالمنطقة وين كنا. فأول ما ترشحت كتار سألوني
شو جابرك بهالظرف بهالوقت على منصب بيحمل هموم أكبر نقابة مهنية بلبنان؟ مجنون؟ ليش عم تعملها الخبرية ولو ما كل العالم تعرفك وانت أصحاب مع الكل؟ بس بصراحة ايه كان معهم حق يسألوا. تعرفوا ليه كان معهم حق يسألوا؟ قلت لكم ليش. لأنه في أرقام ووقايع مرعبة. معالي الوزراء إذا بتركزوا معنا بكون ممنونكم. بسنة 2019 كان عندنا أكثر من 400 مليون دولار من أموال النقابة محجوزة بالمصارف. 227 مليون دولار و279 مليار ليرة باللبناني وبقيوا محجوزين. ووضعنا بالفريش كنا عم نكافح. ونحن معالي الوزراء وسعادة النواب منشيل عن الدولة سنويا 100 مليون دولار تغطية صحية للمهندسين والمهندسات وعيالهم وقرايبهم. وعنا عنا برقبتنا أكثر من 4000 متقاعد بدنا نأمن لهم معاشهم شهريا ونحن مسؤولين عنهم. ومنتابع يوميا هموم 120 ألف إنسان لبناني عبارة عن مهندسين معماريين وعيالهم وقرايبهم. وكمان في عنا حوالي 3500 مهندس زراعي ما توصلوا لياخدوا حقهم بالوصفة الزراعية على مدى السنين. شو بدكم لكم بعض أرقام؟ بس ما رح طول، بس هيك حبيت أقولهم تضلها بذاكرتكم. بالوقايع بال 2024 كنا بفترة الحرب. شو يعني بفترة الحرب؟ يعني من واجباتنا إنه نساعد زملائنا ونساعد المتضررين ونسهل أمورهم ونخفف عبء مصاريف إعادة الأعمار. قوانين المهنة تبعنا آخر مرة تعدلت بال97. يعني كلنا بنعرف إنه أكيد ما بتواكب العصر. هونيك القصة. حدث ولا حرج عن بعض الجامعات بالفوضى المتفلتة وبالتعليم، وصار دور المجلس التعليم العالي فقط تسوية المخالفات. عند كل شتوية نطلع تلفزيونات منشوف المحافظين المهندسين النقيب الأعضاء نبرم لأنه في بناية قلبت من هون ولأنه في بناية قلبت من هون، وبالنهاية لأنه ليه؟ لأنه ما في مواصفة للتقييم الإنشائي للمباني قايمة. كمان الدولة وبعض المؤسسات مستأجرين شقق عنا بالنقابة، ومعظم الأجارات من فترة طويلة يعني عم نحكي من 2011 مش مدفوعين، يا لأنه في مشاكل بالتصريحات يا لأنه مثل ما بنعرف الدولة ما معها مصاري وما فيك تطلع من الدولة إذا مستأجرة عندك إلا بقرار مجلس وزراء. في غيرهم كتير ما رح زيدها. بس رغم كل هول أكيد ترشحت. ليش؟ لأنه أنا بآمن إنه الحل بالمواجهة، مش نضلنا ننق ونشكي بس، لا بدنا نواجه بالفعل. ولأنه مآمن إنه النقابة ما بتحتاج شخص، بتحتاج فريق وإرادة وشراكة، وهيدا هو مجلس النقابة اليوم. نقابة بتقوم وبتبني، وبقيت بفضل السبقونا بفضل المهندسات والمهندسين والمعماريين بقيت صامدة لأن كنا دايما أقوى من التحدي. ونحن المهندسين والمعماريين وقلت لكم إياها قبل، نحن منجوهر عند التحدي، نحن منلمع. فوقت يكون في عندكم مشاكل بالبلد تعالوا لعنا. قالوا لنا ما حدا بيبني صناديق النقابة أو ببلش يبنيها بسنة وبحل المشاكل. قلنا لهم هلا نجرب، وبالفعل رغم سنة 24 بقساوتها لأول 25، رغم
كل المشاكل والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، هات لنخبركم. في لكم إنه بلشنا نكون صناديق النقابة واعتمدنا آلية جديدة لدفع الرسوم النسبية للمهندسين المنتسبين للنقابة على نحو بس مرتبط بسنوات الانتساب. وضعنا أول خطوات للنقابة الرقمية ورح نكملها هلأ لمواكبة العصر لنكون على مستوى طموحاتكم. هون حلو. بلشنا مسار تعديل كل القوانين، يعني قانوننا 97 بلشنا المسار ووحدنا لأول مرة، وما بعرف ليه ما كانت موجودة قبل، بس يمكن لأنه نقيب شوقي يعطيك العافية وأنا عم نشتغل بإيد وحدة وقلب واحد للمهندسين. وحدنا النظام المعاملات، تسجيل المعاملات مع نقابة طرابلس لأول مرة بتاريخ النقابتين. وتقريبا ببركة الوزير رسمني خينا علي رمضان والنقيب فتفت، صرنا بآخر مرحلة من اقتراح تعديل مرسوم السلامة العامة لنشدشد هيدا الملف مع نحن والتنظيم المدني، لأنه هيدا الملف بده شدشد مزبوط. نسقنا مع وزارة الزراعة للعمل على إقرار قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع استخدام المستلزمات الزراعية. وفي بشركم خيرا إنه أنا بعرف إنه وعد الوزير ما بيتراجع عنه. وعدنا الوزير قريبا رح يعلن هالسنة عن إجبارية الوصفة الزراعية بقرار منه قبل ما يطلع القانون. وهالوصفة الزراعية هي مش بس للزراعية، هي لكل واحد منكم. تعرفوا ليه لكل واحد منكم؟ لنقلكم نحن قلنا لكم ندفع 100 مليون دولار تأمينات بالسنة، 26% منهم أمراض الكانسر السرطان، 18% بزيد عنا نسبة السرطان بالنقابة بالسنة. وبارت أساسي من هيدا الموضوع هو الرش والمبيدات. إذا كلكم ما رح توقفوا حدنا بهيدا الملف، كلكم عم تأذوا حالكم، ما عم تأذونا لنا لوحد، ولا عم تأذوا المهندسين الزراعيين. وبلشنا وإن شاء الله خير تعاون الفعلي مع مجلس التعليم العالي بعد ما مرقت فترة طويلة ناسين إنه في نقيب للمهندسين بالمجلس التعليم العالي. وأكيد على تنسيق كامل نحن ولجنة الهندسة بوزارة لشد شديد وضبط ملف التعليم الهندسي المتفلت والفوضى ببعض الجامعات، ولنطلع من مشكلة كل شتوية قلبت بناية وطارت بناية وقعدت بناية. أطلقنا مع البنور لجنة التي 98 المواصفة لنبلش أطر تقييم لحالة الأبنية القائمة NLC 837 على 1. خلال هلا عنا التجربة تبعها، وخلال مفروض بدعم النواب إذا قريناها قانون بصير فينا كلنا نعرف أي بناية قبل ما تقلب، مش بعد ما تقلب. مثل ما بلبنان نعطي الوسام بعد ما يموت المكرم، قبل ما نقلب ساعتها نقدر نعرف إذا البنايات خرج ينقعد فيهم ولا لا. وبقينا نحن وكل أعضاء المجلس مكاتبنا مفتوحة، لأنه ما حدا منا قادر يلحق إذا ما كنا إيد وحدة على طلبات وعلى مشاكل المهندسين. كمان تواصلنا مع المهندسين بالخارج لإعادة ربطهم بالبلد الأم. صار في عنا لجنة مغتربين وعم تعمل نشاط ورا نشاط، يعطيكم ألف عافية. وزيادة جددنا كل رخص النقابة واسترجعنا بقرار مجلس وزراء لو قليل طابق من البناية اللي ملكنا اللي ما عم بيندفع أجارها لهلأ $1,200,000. من هون عم نعمل على إنشاء مركز طبي متكامل بالبلوك بي. بلشنا ناخد عروض ليتنفذ ويفوت شوية مداخيل إضافية لندعم هالمتقاعدين. في بعد عد بس أكيد رح تزهقوا. بس شو كان أهم عامل نجاح؟ أهم عامل نجاح
انه اشتغلنا ايد وحده وقلب واحد، كلنا سوا مع بعض، من المجلس للجان للروابط، لكل مهندس ومهندسه ومعماري ساهم وساعد. نقابه يا جماعه مش حكر على حدا، مش مهم مين بيربح. نقابه للكل، نقابه ملك الكل وبايد الكل وبتحمل وجع الكل. بعد في مسؤولية كتير كبيرة بإيدينا اللي ناطرين الحاكم ودولة الرئيس اللي وعدونا فيها، هو ملف المتقاعدين. عندنا 4000 متقاعدين وعندنا 400 مليون محجوزة بالبنوك، بحق لنا بالسنة على القليل 9 ملايين دولار منهم لنقدر ندعم معاشاتهم لهالمتقاعدين، لأنه حرام ضحوا كل حياتهم ليصلوا لهالمعاشات، لأنه الدولة اللبنانية حجزت على كل مصرياتنا أو هربت كل مصرياتنا. اليوم بحضور معالي الوزراء، سعادة النواب والمدراء العامين والزملاء وأصحاب المسؤوليات، بقول عن جد بكل محبة وصدق، ركزوا معي، بكل محبة وصدق، نحن ما عم نطلب، نحن عم نمد ايدنا إلكن، لأنه هي نقابتكن وإيدكم بإيدنا نقدر نشتغل فيها. وأنا هلأ على يقين بالدعوة اللي لبيتوها إنه رح تشاركونا الهم والحل الاثنين سوا مع بعض. بلكن جملة وحدة، كلنا كل الموجودين هون مهما كانت مراكزنا بالنهاية رح نرجع لمطرح واحد، رح نرجع للنقابة، لأن هي بيتنا وهي ملجانا. نقابتنا نقابة جامعة للكل، ملجأ للكل ومرجع للكل، هي بيتنا، وبدنا كل واحد وحدة منكم يكون معنا، لأنه بهالظرف ما بدنا بس نقابة قوية، بدنا نقابة جامعة تشبك الكل وبتحضن الكل لنوصل للي بدنا إياه كلنا سوا مع بعض. بهالمناسبة لأنه أنا وعدت أنه ما طول عليكم، بدي أشكر لجنة الرياضة اللي كمان السنة أسسنا نادي المهندس ليكون العقل السليم العقل السليم بالجسم السليم. فشكرا لكم. وبدي أقول لكم إنه هلا نحن والنقيب فتفت، نقابة بيروت، نقابة طرابلس، منبلش احتفالات اليوبيل ال75 لنقابة المهندسين ابتداء من اليوم. نقابتنا سنة 2026 بتصير عمرها 75 سنة، فتوقعوا احتفال إذا الله راد مشترك باليوبيل الماسي ال75 لنقابة المهندسين. هيدا اللوجو اللي رح نستعمله او الستاتو اللي رح نستعمله كل السنه على كل الاكتيفيتيز تبع النقابه، هيدا رح يكون رمزنا على سنه كامله كلنا سوا مع بعض، لانه وهيدا اللوجو عمله رئيس المعماريين العرب الاستاذ جوزيف حوراني، بنقدم له الشكر على الفكره تبعه، على اللوجو تبعه. اخيرا شكر من القلب جديد لكل فرد وفرد منكم، لكل زميلة، لكل زميل، لكل واحد ضحى بالنقابة، لكل موظف، لكل متقاعد، لكل حدا حط ايده بايدنا لنقدر كلنا سوا نقول نقابة المهندسين هي النقابة الأقوى والأكبر، وإذا الله راد الأغنى والأهم بلبنان وبالشرق الأوسط. ميرسي لكم كلكم.